السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر الخلاصة. لو أول مرة تزورنا في القناة يا ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب. اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة الحادية عشر بعد الانتهاء اليوم الثلاثاء 29/12/2020. الجولة بدأت يوم الأحد 27/12/2020 بتعادل السماوة أمام الحدود 0-0، فوز نفط الوسط على الكهرباء 1-0، تعادل النجف أمام القوى الجوية 0-0. اليوم الاثنين أمس الاثنين 28/12 النفط فاز على الكرخ 2-0، الصناعات الكهربائية تعادل أمام القاسم 1-1، الشرطة تعادل أمام أربيل 1-0، الشرطة فاز على أربيل 1-0، الطلبة تعادل أمام نفط ميسان 0-0، الديوانية فاز على نفط الجنوب 1-0. اليوم الثلاثاء 29/12 بغداد فاز على الميناء 1-0، زاخو فاز على الزوراء 1-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الحادية عشر. في صدارة ترتيب جدول الدوري العراقي بعد انتهاء الجولة الحادية عشر في المركز الأول نفط الوسط ب 23 نقطة، في المركز الثاني الشرطة ب 20 نقطة، القوى الجوية في المركز الثالث ب 19 نقطة، نفط ميسان في المركز الرابع ب 18 نقطة، زاخو في المركز الخامس ب 17 نقطة، بغداد في المركز السادس أو أمانة بغداد ب 17 نقطة، الزوراء في المركز السابع ب 16 نقطة، النجف في المركز الثامن ب 16 نقطة، النفط المركز التاسع ب 15 نقطة، الطلبة في المركز العاشر ب 15 نقطة، الديوانية في المركز الحادي عشر ب 15 نقطة، الكهرباء في المركز الثاني عشر ب 14 نقطة، أربيل في المركز الثالث عشر ب 13 نقطة، الكرخ في المركز الرابع عشر ب 11 نقطة، الميناء في المركز الخامس عشر ب 11 نقطة، نفط الجنوب أو نفط البصرة في المركز السادس عشر ب 10 نقاط، الحدود في المركز السابع عشر ب9 نقاط، السماوة في المركز الثامن عشر ب9 نقاط، الصناعات الكهربائية في المركز التاسع عشر ب8 نقاط، والقاسم في المركز العشرين والأخير ب7 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب هدافي الدوري العراقي. عندنا في صدارة هدافي الدوري العراقي بعد انتهاء الجولة الحادية عشر عندنا موسى عدنان في المركز الأول لاعب النفط ب6 أهداف، التساوي مع محمد إبراهيم لاعب الكهرباء وأيمن حسين لاعب القوى الجوية. في المركز الثاني منار طه لاعب الحدود ب5 أهداف، يتساوى معه جبار كريم لاعب أمانة بغداد. في المركز الثالث بأربع أهداف أحمد عبد الرازق لاعب نفط ميسان، محمد خالد لاعب الطلبة، سجاد جاسم لاعب نفط الوسط، عمر منصوري لاعب نفط الوسط، مهند عبد الرحيم لاعب الزوراء. في المركز الرابع بثلاثة أهداف علاء عبد الزهر لاعب الزوراء، عمر عبد الرحمن لاعب الكرخ، حسين يونس لاعب الميناء، إياد سدير لاعب السماوة، علاء علي مهاوي لاعب الشرطة، ومحمد داود ياسين لاعب النفط. وباقة من ألمع النجوم والهدافين بهدفين وبهدف واحد. طبعا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر وخلاص. قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة الحادية عشر بعد الانتهاء اليوم الثلاثاء 29/12/2020. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.